لكونها أولا حصلت في مدينة الرباط، جمعت المشرق بالمغرب، حصلت تحت خيمة الرباط اجتماعات وزارية كثيرة منذ يومين، وهذه الاجتماعات مستمرة. نوقش في هذه الاجتماعات أكبر تحدي يواجه العالم، وهو تحدي الذكاء الاصطناعي. الإعلام الذي نجتمع من أجله اليوم أصبح ثورة تكنولوجية متسارعة لا يمكن اللحاق بها بهذه الخطوات المتباطئة، وإن لحقنا بما تحقق منه الآن سيسبقنا بعد لحظات. لذلك أدعوكم للجري السريع أو القفز المتلاحق. نتمنى من كل وزارات إعلامنا العربية ووسائل إعلامها أن تستعيد صورة بغداد على صفحاتها وشاشاتها بطريقة تليق بأبناء الرافدين دجلة والفرات، بدل أن نستخدم صورة قاتمة بعيدة عن الواقع.